عمرك تسالتي علاش شي ممثلين كيتاثروا نفسيا بالادوار ديالهم، وعلاش دور بحال الجوكر ما كانش غير تمثيل؟ هيث ليدجر الممثل اللي لعب دور الجوكر ما كانش غير كيمثل قدام الكاميرا، كان عايش ديك الشخصيه حتى في حياته اليوميه. خدم باسلوب اللي سميتو الميثود اكتينغ، اللي هو ما كتفرقش ما بينك انت والدور اللي كتلعب، كتولي كتفكر، كتضحك، كتصرف بحال الشخصيه. هيث ليدجر سد على راسو في بيت وبدل النظام ديال النعاس ديالو كامل، وكان كيدور الافكار ديال الجوكر في واحد المذكره. العنف، الفوضى، الضحكه اللي في شكال، حتى ولات هذيك هي الضحكه التلقائيه ديالو. وهنا بالضبط فاش بدا المشكل. كاين واحد المفهوم علمي سميتو النيوروبلاستيسيتي، يعني الدماغ كيتبدل على حساب الشيء اللي كيبقى يتعاود عليه. وكاين حتى واحد المفهوم اخر اللي داخل حتى هو في هذا الشيء اللي سميتو تفكك الهويه، اللي فيه الحدود بين انا والشخصيه كيبقاو غاديين وكيتلاشاو. الدماغ ديالنا ما كيعرفش هاد اللعيبه غير تمثيل. الا عشتي واحد الحاجه بزاف الدماغ كيولي كيعتبرها واقع. هيث ليدجر بدا كيعاني من الارق والقلق ومشاكل نفسيه بزاف. الشخصيه اللي كان كيلعب ما خرجتش منه حتى فاش سالت التصوير. جوكر كانت واحد الشخصيه خياليه، ولكن التأثير كان حقيقي. وكخلاصه لهذا الشيء كامل، والفكره اللي انا اصلا باغي ندوزها من هذا الفيديو، اللي هي العقل ديالنا كيتغذى على الافكار اللي كنعطيوه، سواء فكره، تمثيل، ولا اسلوب حياه. داكشي علاش حاول تاخذ هذه اللعيبه وتحاول تلعب بها الصالح ديالك، حاول تدور بك افكار اللي ايجابيه، حوايج اللي غادي يزيدوا بك القدام. وهذا الشيء اللي كان عندي. السلام عليكم.